جنيه البنك المركزي المصري، إصدار الستينات 1966، الشهير بالجنيه الأخضر. ده كانوا زمان بيسموه الجنيه الأخضر. الجنيه الأخضر أدي شكله، وأدي الظهر بتاعه. طبعا الجنيه طالعين عينه يعني. اتكلم عن سعره وأماكن بيعه. الجنيه حالته أقل من المتوسطة، أقل من المتوسطة. طب ده يعمل كام؟ يتباع بكام اللي أقل من المتوسطة ده؟ ده بيعمل 60 جنيه، 50 جنيه، ما يزيدش عن كده ولا يقل عن كده. من 50 جنيه ل60 جنيه على حسب الحالة اللي هو فيها دي. عشان حالته تعبانة فبيعمل 50 جنيه، 60 جنيه. الحالة العالية اللي هو الزيرو بقى منه، الحالة الزيرو منه بيعمل 150 جنيه أو 130 جنيه. الحالة الزيرو، الزيرو اللي هو ما اتلمس يعني، بيعمل من 130 جنيه ل150 جنيه. اللي متقطع بقى وعليه شخابيط ومتلل متبهدل ما يعملش سعر. ليه ما يعملش سعر؟ لأن موجود منه كتير، في منه كتير، فده مش نادر ولا قليل ولا الكلام ده. ده موجود منه كتير قوي، موجود منه في كل مكان، كل بيت هتلاقي فيه منه، فده مش نادر. عشان كده سعره يعتبر أقل حاجة في العملات القديمة. أقل سعر في العملات القديمة هو الجنيه ده، أقل سعر. ليه؟ لأنه موجود منه كتير، كل الناس معاها منه وكل الناس عندها منه. فده بيعمل بالحالة اللي قدامك دي بيعمل 50 جنيه. الحالة الزيرو قلنا بتعمل 150 جنيه، 130 جنيه. حالة بقى متوسطة هيعمل 80 جنيه، 85 جنيه، في الحدود دي. أماكن البيع والشراء جروبات الفيسبوك والأسواق. جروبات الفيسبوك والأسواق. متنسناش في اللايك والمتابعة للصفحة.